مهم جدا، لازم يتطعم للفراخ للفراخ وللرومي في بداية فصل الصيف، علشان ده بيسبب لنا مشاكل وخسائر كتيرة جدا جدا جدا. اول حاجة الفراخ لازم تتطعم تطعيمة الجدري. تطعيمة الجدري دي ايه، او هي عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن شوكة كده بتشكيها في جناح الايه الفرخ، من الحتة دي، من الحتة اللي هي دي شايفينها، بتشكيها كده. بتجيبي تطعيم من عند البيطري وتطعمي اي رومي او اي فراخ فلاحي، يعني من الفراخ الفلاحي من بعد من قبل العمر ب3 شهور، يعني عندهم 4 شهور خلاص بقى، يعني عايزه تطعمي طعمي، مش عايزه خلاص. والرومي من قبل البيض، لانه ما بيستحملش الحر. فايه يعني احنا في بدايه